أخوات والأخوة، عمال وعاملات جهة بن عروس المناضلة، نقابيين ونقابيات جهة بن عروس، تحية نقابية من القلب. حاب نقول أول حاجة رحبوا بكم بطبيعة الحال، رحبوا بكل وسائل الإعلام الموجودة وكل من ساهم في تنظيم هذا التجمع الكبير. حاب نقول الاتحاد العام التونسي للشغل قوة خير للبلاد، قوة اقتراح، منظمة وطنية ساهمت في التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وقت الاستعمار، ودفعوا النقابين دمهم ودفعوا الخدامة دمهم من أجل تونس. والقافلة طويلة من الشهداء. هذاك علاش المنظمة هذه منظمة شعبية، مش منظمة نقابية، منظمة شعبية، لأنه ولدت من الشعب، والولد من الشعب يبقى ولد الشعب. هذاك علاش الميساج هذايا يلزم يوصل للناس الكل، يلزم يوصل أنه المنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل هو قوة خير تونس، وقوة تفاوض، وقوة ملفات، وقوة اقتراح، وقوة إنتاج، وقوة توافق، لأنه يحب تونس، لأنه يحب الشعب التونسي. هذا المساج نحب نوصله لكل الأطراف اللي مازالت ما فهمتش قيمة المنظمة وخدمتها وهياكلها النقابية، واللي جزء منها يكن العداء الوحدة النقابية، يكن العداء المنظمة. عمالها دفعوا الغالي والرخيص من أجل البناء، من أجل التقدم، من أجل التشهيد. وهذه اللحمة اللي نحب نحييكم عليها، قلت من البداية من القلب، ثم برشا عباد ما تساعدهمش. وقال الأخ سمير، ونحب نأكد المساج اللي قبله، هذه الوحدة ثم شكون يستنى باش يفرقنا على بعضنا، باش يشتت النقابين على بعضهم، ومنهم التعددية النقابية. ثم شكون يستنى في الدورة باش يقسم الخدامة، باش يقسم الاتحاد. هذا من الناس اللي يسمسروا بعربية الخدامة، وتاريخهم معروف، وتاريخهم أظلم ومدفوع لهم مسبقا. وفي علاقة، جزء منهم في علاقة باتحاد الصناعة والتجارة، ويبدو أنه ثم اتفاق تحت الطاولة بينهم وبين ما سميت بالتعددية النقابية لضرب وحدة الخدامة. نحن نقولوا لن تمر ولن يمر هذا المشروع، ولن يمر هذا المشروع، ولن تنجح هذه المؤامرة، ولن تنجح هذه المؤامرة، لأنه عربية الخدامة ما يتباعش ويتشرى، هذا مسمسارة ونحن لها. حاب نعطيكم تفاصيل على المفاوضات الاجتماعية
والزيادة في الأجور والتعثر الحاصل. بالمناسبة نحب نحيي خدامة شركات النقل اللي تحصلوا على زيادتهم ومفعولهم الرجعي بتاع 18 شهر، لأنهم بقاو يستنوا عام ونص هم يستنوا في الزيادة القانونية المشروعة اللي عندهم فيها حق، اللي دمهم تتبزعوه على الكوامل، اللي باتوا برا على عائلاتهم، اللي جري فيهم اللي ما يجراش. عام ونص ما ياخذوش زيادتهم، وفي نفس الوقت عملنا الاضراب، ونحب هذه نفسرها للمواطنين للرأي العام. احنا عملنا برقية اضراب من اجل مطالبنا القانونية، من اجل زيادتنا بالقانون. ممضية السيدة وداد بوشماوي على الاتفاق نتاع زيادة الأجور لكل القطاعات. ايش معناها تستثني قطاع النقل البضائع؟ علاش مش مولات تونس؟ علاش كي يمشوا للمرشي قول له حتى انا بلاكه في جيبها تيرا نخدم في شركة النقل نقصني بالخبزة. اذا عملنا الاضراب. لو مالور وين؟ كي عملنا الاضراب بالعنف خذوا زيادة. هذه أول مرة تصير في التاريخ. أول مرة تصير في التاريخ، ودفعوا بنا إلى القيام بإضراب، لأنه يقول لك الرأي العام تو يسب الاتحاد. خاطر الناس ما تستعبش على الكيوسك. وجاي عيد وجاي كذا، وهما تمكنوا من الزيادة في التعويض من 5 إلى 7%. ومتمسكنا بالإضراب، وخاطبنا الرأي العام الوطني، ونجح الاضراب في كامل طرق الجمهوريه وتمكنا من الزياده. فتحيه لعمال نقل البضائع في بن عروس وفي كامل تراب الجمهوريه. بالطبيعه احنا في المفاوضات الاجتماعيه نعملوا اتفاق اطار، نحب نبسط الامور باش تفهموها مليح. نعملوا اتفاق اطاري نصحوا عليه، بعد الاتفاق الاطاري هذاك ندخلوا في المفاوضات على الفلوس. قالوا لنا ماناش باش نصحوا معاكم الاتفاق الاطاري الا ما توافقونا على ربط الزياده بالانتاج والانتاجيه والتنميه. ايش معناه هذا؟ معناه كي نمشوا للفلوس ما ناخذوا حتى فرنك، ما ناخذوا حتى شيء. قلنا لهم احنا ما نجموش نوافقوكم على البند هذايا. كيفاش باش تربط الزياده في الاجور بالانتاج والانتاجيه؟ هذه بدعه عملها محمد نصاري عام 85 وخلقت ازمه بين السلطه والاتحاد. راهو ما تجيش، ونحن ماناش ضد الانتاج، ماناش ضد الانتاجيه. عندنا لجنه وطنيه تخدم على روحها في هذا المجال، فيها وزاره الحكومه وفيها ليدوكا وفيها ليجوتي قاعده تخدم على روحها. هاكا هذيك تهتم بالانتاج والانتاجيه. هذا اتفاق اطاري، اتفاق اطاري يقضي بفتح مفاوضات في الزياده في الاجور الخدامه، لانه ما عادش نجم نستنى، لانه ما عادش نجم نضيق، لانه الوظيفه العموميه والقطاع العام انهوا المفاوضات وخذوا الزياده. فتهانيه لكل اعوان الوظيفه العموميه والقطاع العام. مش ممكن اكبر شريحه في تونس الخدامه اللي قاعده بالفعل ثاني ركبتها ودمها تبزع وتنتج وحاله تحليلها ما نخزنولهاش وما نفوضوش على خاطر الزيادات. هذا لن يمر. وهيك علاش مسكنا وقلنا مهما كانت التكاليف، وانا قلت في البدايه قوه خير الاتحاد، مهما كانت التكاليف فالاضراب العام القطاعي اذا لزم باش نعملوا في تونس نعملوا الاضراب العام القطاعي. إذن رحلت المفاوضات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ونهار الثلاث هذه يستأنف التفاوض حول اللي كنت نحكي عليه الاتفاق الإطاري المشترك وحذف هذه قضية الإنتاج والإنتاجية. مستحيل نوافق عليها، مستحيل مهما كانت التكاليف. إذن احنا واعيين كل الوعي
الظروف اليوم الاجتماعيه لخدمه القطاع الخاص، خلينا نركز على خدمه القطاع الخاص، لان انا ولد القطاع الخاص نعرف ايش معناها القطاع الخاص، ونعرف ايش معناها واحد يخدم السبعه بتاع الصباح يجي 7 و4 يقول له احنا كل باب بنروح. ونعرف اللي هو يعلم به ربي باش يوصل، ويزيد خلص النقل، وزيد ياخذ المؤسسه بربع ساعه يقولوا بنروح يمشي يجيب شهاده طبيه، يعني يخسر 3 مرات يخسرهم. ونعرف العمل النقابي داخل مؤسسات القطاع الخاص وش يعانوا النقابات من بعض الاعراف، ما نعممش، من بعض الاعراف اللي مشكلتهم كي تعملوا نقابه كانوا عملوا شيطان في المؤسسه. نعرف اللي نقابات في المؤسسات حتى عمليه الانقراض يوجدوها صعيبه، يبدي لمت في بطاقات الاتحاد، واحد يعطيه بالكامل، والاخر يعطيه شطر البطاقه، والاخر يعطيه